اهلا بيكم في اول حلقه من سلسله تعلم انجليزي من الصفر مع الخواجه. ده كورس انجليزي مجانا تماما هتتعلم فيه الانجليزي من الصفر ان شاء الله. الكورس ده هيكون مكون من 10 حلقات، كل حلقه هتكون تقريبا من 10 ل 15 دقيقه، ممكن اطول، واوعدك انك بعد الكورس ده هتلاقي مستواك اختلف تماما ويمكن 180 درجه. اوعدك لو كان مستواك ضعيف تماما هتلاقي نفسك بعد الكورس ده بدات تتكلم وبدات تجمع جمل مفيده جدا هتساعدك في حياتك اليوميه كل يوم. حاول تبقى حبالك طويله وتقعد تكرر ورايا كل حاجه على قد ما تقدر. ممكن ما تكتبش في البدايه اول مره، لما تعيد الفيديو تاني مره تحاول تكتب عشان تحس ان انت بتستفاد من اللي انت بتسمعه، بتكرر كانك في كلاس روم بالظبط، كانك في فصل بالظبط. طب هو انت هتبتدي معانا من الصفر من الصفر؟ هبتدي معاك من الصفر من الصفر. حتى لو مستواك كان فوق الصفر صدقني هتلاقي ان في حاجات في الفيديو ده هتساعدك ان شاء الله ان هي تحسن حتى من النطق بتاعك. حاول تأفور وتكرر ورايا كل حاجه انا بقولها عشان مستواك يساعدك بعدين انك تحس ان انت بدأت تتقدم. يا ترى هنتعلم ايه في اول حلقة؟ اول حاجة هنتعلمها في اول حلقة هي الحروف الابجدية، ازاي ننطقها، ايه اهم كلمات نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية كل يوم من الحروف الابجدية دي، ومخارج الحرف نفسه هتبقى عاملة ازاي. تاني حاجة نتعلمها هي الفرق بين الحروف الساكنة والحروف المتحركة في الانجليزي. تالت حاجة نتعلمها هي الجمل اساسية بدائية لازم تتعلمها في الانجليزي عشان تقدر تتواصل مع الناس. رابع حاجة هيكون فيه هوم ورك عشان نثبت المعلومات دي ان شاء الله بعد كل حلقة. الحروف الابجدية مكونة من 26 حرف في اللغة الانجليزية. يلا نبتدي وحاول تردد معايا كل حاجة انا بعملها. A apple apple apple. B ball ball ball. C cat D dog E والاي بتتقال شوية ك elephant F fish G وبتتقال girl H وبتتقال hat I internet أو internet أو internet. J وبتتقال juice K kangaroo L lion M monkey N nose O octopus P طلع هوا وانت بتقولها من بقك. pizza Q queen R ring S sun T train U umbrella V
van, van. W, W, watch, watch. X, box, box, box. Y, Y, U, Z, Z, zoo, zoo. كده أخدنا الحروف الأساسية إزاي ننطقها والمخارج بتاعتها الأهم الحروف، وأخدنا كلمات عليها. تعالوا ناخد بعض أهم الكلمات لبعض الحروف. حرف ال A مثلا زي ما أنا قلت ممكن أقول apple, ant, airplane. حرف ال B ball, bird, banana. حرف ال C ممكن أقول cat, car, cake. أول واجب هيكون معاك النهارده إنك تكتب لي كلمتين لكل حرف خدته من الحروف الأبجدية. الحروف الأبجدية بقى عندنا في الإنجليزي مقسمة لحاجتين، حاجة اسمها consonants وحاجة اسمها vowels. الحروف المتحركة والحروف الساكنة. الحروف المتحركة اللي هي الفاولز مقسمة على ال A, ال E, ال O, ال U, ال I. وباقي بقى ال 21 حرف هم consonants يعني حروف ساكنة. معلومة مهمة، ليه لازم نعرف الفرق بين ال consonants وال vowels؟ لأن كل كلمة في الإنجليزي لازم يكون فيها vowel على الأقل حرف متحرك واحد عشان يبقى ليها صوت. مثلا كلمة cat حرف ال A هو حرف متحرك cat. dog حرف ال O هو حرف متحرك dog. الحاجة الثالثة بقى هي الجمل الأساسية لازم نتعلمها في الإنجليزي كبدائيات. hello, how are you, how are you. my name is thank you. I don't understand. Can you repeat please? See you later. تعالوا ناخد بقى تمرين سريع عشان نثبت المعلومات اللي خدناها. تفتكروا من الثلاث حروف دول ايه هو الحرف المتحرك؟ ايه هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني، ازاي نقول مرحبا بالإنجليزي؟ برافو عليكم، hello. زي ما قلنا النهارده ان احنا نتعلم الحروف الابجديه واهم كلماتها، الفرق بين الحروف المتحركه والحروف الساكنه، جمل يوميه اساسيه، تمرين عملي عشان نثبت اللي خدناه. ادعموا الفيديو ده بلايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان توصلكم كل الحلقات الجديده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع الخواجه. دي كانت البدايه الاولانيه، الحلقه الاولى. ان شاء الله الحلقات الجايه هتكون فيها معلومات اكتر من دي بكتير، ومن اهم الحاجات اللي هنتعلمها في الحلقه الجايه هي الضمائر والارقام. واشوفكم في فيديو جديد مع الخواجه.